يجب تقدير السلام والطمأنينة ما لم يفقد. لن يجد الخائن السلام في أي جانب من الجانبين، لأنه خائن بالنسبة لأبناء وطنه ولأولياء أموره الأجانب، ملعون وغير مقرر، وبتعليمات من أمرائهم الأجانب سيبقون في الحضيض المكسور. كما يعلم العملاء خان خواصه فيخوننا نحن أيضا. وهكذا فإن الشخص الذي لا يقدر وطنه لا ينقل معه إلى القبر من هذا الحياة إلى الخزي والندم. تم التخطيط للرعب وسفك الدماء الذي وقع في بلدنا في التسعينيات من قبل المخالفين ودول محددة من الخارج، ولكن تم تنفيذها من جانب خونة من داخل البلاد. انهار الاتحاد السوفيتي، هذا كان نفس الشيء الذي طال انتظاره للخونة الذين وضعوا خططا شريرة في التسعينيات لتحقيق نواياهم الشريرة لأسيادهم الأجانب. سجاعة حكمة الله رجل الدين الرئيسي في مسجد الجامع بناحية واحد. ثم تشكلت مجموعة التي نسبت نفسها إلى ملا عبد الله الذي كان من أنصاره همزادة ذا ملا قيام الدين. هؤلاء الأفراد هم الفاسدون، كانوا يخدمون رعاتهم الأجانب، وقد أصبح هذا معروفا في الفترة عام 1990 إلى عام 1992. أفعالهم تسببت في كارثة لعامة الناس. كريم مفرحيم القائد الميداني السابق للمنظمة الإرهابية المتطرفة لحزب النهضة الإسلامي من عام 1981 إلى عام 1991 قاموا بجمع أناس يتألفون من مجموعات صغيرة على سبيل المثال من مناطق جيليكول وكالخزبات وغازي مليك وهلم جرى، ولا أحد ولا هم ولا نحن في ذلك الوقت عرفنا ما هو غرضهم وماذا كانوا مضطهدين حقا. كان يجب على دولة مثل طاجكستان وشعب مثل الطاجك أي يمحو في وقت قصير وكلهم تحت غطاء الإسلام والدولة الإسلامية، وهو نموذج نعرفه جميعا اليوم، ونحن جميعا نعرف كيف يمكن لهذا النموذج من الدولة أن يتعامل معها. لكن عشرات الآلاف من الأرواح سقطت على أيدي أولئك الذين وعدوا بالحرية، أدت إلى أضرار كبيرة على الدولة والشعب. وعلاوة على ذلك كانت الدولة على وشك الانقراض. كيف ومن كان وراء هذا السيناريو بأكمله؟ من هم الذين سكبوا الدماء على الأمة كلها؟ ودعا بعض الأفراد الطاجك إلى الاضطرابات والتمرد بحجة النوع من الحرية للشعب. ولم يقول أحد ممثلي هؤلاء الأشخاص الأكثر رعبا الذي يقول إنه يشعر بالأسف لما فعله، كيف حدث كل شيء. سيد قيام الدين غازي مودان: أيها الناس، أيها الإخوة والأخوات، وفي كلمة واحدة الطاجكستانيون أيا كانت اللغة واللهجة التي تتحدثونها يعرفون أني قد تم إخطاري بكل شيء منذ الأيام الأولى من سفك الدماء في هذا البلد. أؤكد لكم جميعا المصائب التي مر عليه شعبنا. أؤكد لكم لقد رأيت، سمعت وفحصت كل شيء. إذا من هو هذا الشخص الذي رأى كل رعب التسعينيات وكان هو نفسه متورطا في هذا، لكن اليوم يدعو الجميع إلى السلام والهدوء؟ سيد قيام الدين غازي المعروف باسم إيشان قيام الدين وباباي قيام الدين الجنرال الشعبي، ولد في 21 مارس عام 1952 في مدينة حصار تاجيكي حسب القومية. التعليم العالي، متزوج، لديه 8 زوجات و28 طفلا. يقيم في منطقة خراسان، قرية أبكي، أحد منظمي وقادة التنظيم الإرهابي المتطرف وعضو نشط في اتحاد التاجك لقوى المعارضة. القائد والداعية الرئيسي لمذهب غريب لنا التشيع وخائن الوطن، سيد قيام الدين غازي. لن أسمح لهذا السير الذي كانت حماسته معدية
وتسببت في أن يصبح الناس أشرارا، حيث قتل 150,000 شخص وأصبح الآلاف لاجئين، وظلوا دون آباء وأطفال وزوجات وأزواج، أن يبقى مخفيا. هذا يجب أن يعلن. إنهم دفعوا الأبرياء والجاهلين في الاحتجاجات بأيديهم إلى الموت. والواضح من هم المنظمو هذه التجمعات، من وكيف خدع وجذب الناس إلى كل هذا. تم شب النار الأوائل في هذه الفتنة من قبل أتباع حزب النهضة الإسلامي تحت غطاء الإسلام، قاموا بنشر نكد ومصائب. صحيح أن حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان كان متورطا في كل هذه المشاكل، ولكن من هم المنفذون؟ تلك الأيام نتذكر جيدا صرح الناس ورفعوا أيديهم من دعا الناس الأغبياء إلى أعمال مدمرة. سيد قيام الدين غازي مدان: كنت شخصيا في ساحة شهيدان، وبالطبع هناك كان آخرون أيضا تحدثوا يعرف الناس، لكن أحد المتكلمين فيها كنت أنا دعوت الناس. صيحات على الجهاد. آنقدر منم صحبت کردم، آنقدر منم جذب کردم. تكلمت وأجذبت أكثر من 10,000 شخص تجمعوا هناك. النتيجة كل هذه الأحداث التي أدت إلى الشر والمشاكل. كريم رحيم، القائد الميداني السابق للمنظمة الإرهابية المتطرفة لحزب النهضة الإسلامي. بعد ظهور ما يسمى بميدان شهيدان، وصل وزير خارجية إيران ولايتي، ونحن أعضاء حزب النهضة الإسلامي سيد قيام الدين غازي، عبد الله نوري وهمت زاده، لقد استقبلنا بأكاليل وأزهار رافعين شعارات صلي على محمد مرحبا ولايتي، بجانب إدارة القاضيات دار الإفتاء حيث يقع سوق بوتوفسكي. ما الذي حدث للشعب بعد كل هذا؟ الذين وقعوا على شبكات من الخداع والأكاذيب، كيف قتلوا، تركوا هذا العالم مع العديد من الآمال غير المكتملة. ونتيجة لكل هذه المشاكل أصبح الآلاف من الناس بلا مأوى وبقوا دون حصة، وأصبح الآلاف من الأطفال يتامى، ووفقا للإسلام إساءة اليتامى ولو يتيم واحد، وهذا يعني ارتكاب خطيئة ثقيلة. ولكن بينما نحن من خلال أعمالنا نجعل الآلاف من الأطفال يتامى، وآلاف من النساء أراملة، الآلاف من الآباء الذين حلموا أنه في سن شيخوخة سيضعهم أطفالهم في النعوش، دفنوا أبنائهم بأنفسهم. فر التاجك الفقراء نتيجة لكل هذه الفظائع، وقتل الملايين، وأصبحوا جميعا لاجئين إلى أفغانستان. كنت في تلك الأيام في إيران، وصدر أمر نيابة عن نوري بالعودة إلى أفغانستان. الخطة الخبيثة لكيفية شل حالة التاجك كانت منذ فترة طويلة وضعت من الخارج، ولن تم القيام بها من قبل الخونة داخل الدولة وخارجها. سيد قيام الدين غازي مدان. وبعد بضعة أشهر كان آخرون نوري، همت زاده، عبد الرحيم، ثم لأول مرة بدأ الاجتماع تحت إشرافي هناك. كان هناك حتى خلاف حول من الذي يجب أن يصبح الرئيس. من الطبيعي أن هذه المجموعة التي أرادت أن تدمر الدولة الطاجكية حتى فيما بينهم لم تكن صراحة وصادقة. علاوة على ذلك أراد كل واحد منهم الحصول على ربح من فشل الشعب الطاجيكي. سيد قيام الدين غازي مدان. أصبح نوري زعيم حركة النهضة الإسلامي، وآخرون مثل الدولة عثمان وتورجان زاده أصبحوا أول نواب له، وكان همت زاده يرأس وزارة الخارجية، وأصبح لاحقا نائبا، وبالتالي تم تعيين جميع الواجبات فيما بينهم. كنا جميعا تحت قيادة السيد عبد الله نوري،
وأنا كنت قائدا، وبتعليمات من عبد الله نوري غادر قيام الدين إلى الخارج إلى الجزيرة العربية وإيران إلى آخره لجمع الأموال. سيد قيام الدين غازي مودان وهو تتحدث بالعربية ويشرح لهم بطريقة ما أنهم أنفسهم جلبوا لنا المال بالدموع في عيونهم. خالق نزار خديبردي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئيس جمهورية طاجكستان. كانت مهمة إيشان قيام الدين في النهضة الإسلامية هي التحريض والترويج، وكذلك جمع الأموال من الدول العربية والإسلامية، وجمع الكثير من المال بنفسه وجلبه بيديه. وهكذا أخذ سيد قيام الدين غازي ورفاقه الأموال بحجة المساعدة الإنسانية للاجئين من أسيادهم الأجانب للحصول على أموال لا يمكن تصورها. حتى هذه الأموال لم تنفق على الغرض، تم استخدام المال للإنعاش الإسلامي وإنشاء الجيش لشراء الأسلحة. عندما عثرت المال كان هناك 10 ملايين دولار. في تلك الأيام لم يعد مبلغ 10 ملايين دولار مبلغا هزليا. ثم شاهدت كيف بدأ سوق السلاح في التطور، وقمنا بشراء الملابس العسكرية والأسلحة. تم جمع الكثير من المال، ولكن على الفور تم حل كل هذا بين شركاء الجماعات الإجرامية. ولكن الناس البسطاء والفقراء رفعوا أيديهم وعقدوا تجمعات والحفاظ على هؤلاء الأشرار. وإذا هؤلاء المجرمين لكسب المال أصبحوا لاجئين إلى أفغانستان دون الحصول على عملة من أرباحهم. لقد كانوا بائسين ويعيشون في ظروف مريعة عندما كان رئيس هذه المجموعة الإجرامية ملجأ لهم في متناول اليد. كان حزب النهضة الإسلامي مهتما بضمان عدم عودة اللاجئين إلى وطنهم والاستمرار في جمع الأموال من الخارج ظاهريا للاجئين. سيد قيام الدين غازي مودان، السيد نوري، السيد همتزادة، قادة وبعض الحيوانات الشبيهة كلهم استخدموا كل هذا لمصلحتهم الخاصة. بعض الأشخاص من جمهورية إيران الإسلامية أعلنوا علانية عن نيتهم لقادة حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان. بعد عودتنا من أفغانستان أدركت أن حزب النهضة الإسلامي ليس لديه نوايا حسنة، ومنذ ذلك الحين أدركت أننا لعبة في أيدي إيران. قاموا بإنشاء حرم جامعي وذهبوا بالنساء والرجال والأتلاف من طاجكستان وأفغانستان إلى إيران وقاموا بتدريبهم هناك. صحيح أنهم علموا كل شيء والإسلام وجميع المعارف والحرف، فضلا عن أشياء أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها، ولكن الشباب الآخرون ذكية جدا وفعال، علموا المعرفة العسكرية. لواحد من ذي ضمير واحترام الذات على الأقل بطريقة ما، فإن هذه الشهرة تبدو وكأنها سكين في القلب. ولكن بالنسبة لحزب النهضة الإسلامية ولا سيما بالنسبة للسيد قيام الدين غازي كان كل هذا مجرد إشارة استوفت على الفور. جاءت ساعة عندما بدأ العالم يشتعل، لكن لم تكن مجموعة المعارضة ولا حزب النهضة الإسلامي على وجه الخصوص تريد هذا السلام والاتفاق. لقد أرادوا رؤية طاجكستان بوضوح مدمرة مثل أفغانستان. في كل مرة تأتي حين تأتي ساعة المصالحة، عندما على سبيل المثال قيل أن في 15 من شهر معين يوقد في أفغانستان أو إيران أو موسكو المفاوضات، اللجنة الإيرانية التي كانت تهدف إلى مساعدة الطاجك فعلت كل شيء سيرا حتى لا تكون هناك هذه المفاوضات نفسها. كان هذا هو هدفهم الرئيسي، لذلك لم يريدوا السلام والوئام، ومع ذلك تم تحقيق السلام من خلال الصعوبات. لكن هؤلاء المكفوفين حتى في حالة السلام أرادوا مواصلة عدم كفايتهم. لقد فعلوا كل شيء لكي تكون للحكومة سلطة كما أنفسهم. سيد قيام الدين غازي مودان. وفي النهاية توصلنا إلى المصالحة لبلدنا برئاسة رئيسنا رئيس البلاد الطاجيكي المزدهر. فعل كل شيء،
رغم كل الصعوبات يعاني كل آلام، حقق هذه المصالحة من عام 1997 إلى عام 2000. عملت في اللجنة فرعية قانونية من المصالحة، كانوا يريدون الحصول على السلطة والحصول على مقعد وكرسي، كلهم حققوا أهدافهم. کرسی گرفتن بود. مقصد این صلح کردن کرسی گرفتن بود. همگیشون صاحب کرسی شد. رئيس حزب النهضة الإسلامي التاجيكي السابق سيد عبد الله نوري يدعو سيد قيام الدين غازي إلى منزله. كانت هذه الدعوة مرتبطة بموجة جديدة من الخيانة ومهمة خفية ضد الوطن مع إيران. هذه الدعوة من عبد الله نوري قبلها السيد قيام الدين غازي ومواطن إيرانيون بسرعة كبيرة. سيد قيام الدين غازي مدان: كان هناك العديد من الناس، عرفني إلى أحد الإيرانيين ويدعى خاتمي، وعرفوني أيضا بممثل للطلاب التاجك في جامعة المصطفى العالمية، وغادر هو نفسه، ثم عرف خاتمي نفسه وقال إنه عضو في الخدمة الخاصة للحرس الثوري الخاص للجمهورية الإيرانية الإسلامية. دعاني إلى التعاون مع هذه الخدمة، وبالتالي جذبني للتعاون مع هذه الخدمة الخاصة. الحرس الثوري مكتب العسكري السياسي الخاص لجمهورية إيران الإسلامية التي أنشئت في عام 1979 من مجموعة وأنصار الزعيم الروحي آية الله خميني الثورية العسكرية للإسلاميين. وكانت هذه بداية الغاثر لسيد قيام الدين غازي وطنه وأمته. أضمن أنه كان عليه القيام بها هو توزيع المهم تشيع بين الشعب التاجيكي داخل البلد وبين المهاجرين في الاتحاد الروسي، وجذب الشباب وإرسالهم للدراسة في المؤسسات الإسلامية في إيران، وتعزيز وزيادة عدد أعضاء حزب النهضة الإسلامية في طاجكستان، تعزيز سلطة الحزب بين الناس، وتنفيذ الدعاية ودعاية مناهضة لسياسة الدولة. سيد قيام الدين غازي مدان: أديت مهمة خاتمي في حفلات الزفاف وفي احتفالات ختان الأولاد وتشييع جنائز الناس والزواج من خلال الوعظ. ساليف حكم الدين من سكان مدينة حصار ذهب في عام 2004 مع زميله القروي جولو إلى السيد قيام الدين غازي مدان لتعلم الفقه الحنفي. بدلا من ذلك بدأ في نشر الشيعة وتقديم الكتب الشيعية والتحدث عن حضرة إمام علي. علاوة على ذلك علمنا أن حضرة علي يقف على قاعدة فوق إخوته ودادا فوق النبي محمد. خلال هذه الأشهر الأربعة لم أره أبدا يقوم الصلاة، لكن هؤلاء الأشخاص الذين درسوا معنا لم يقوموا بالصلاة، على سبيل المثال الظهر والعصر والمغرب وحتى صلاة الجمعة لم يؤدوها. سألت واحدا من أقارب السيد قيام الدين غازي خجلوا عن أنه لماذا لا نصلي هذه الصلوات ولماذا لا يقرأ إشان نفسه. قيل لي أن السيد قيام الدين غازي يقوم صلاته السنوية في مكة المكرمة ويعود. قلت إنني لا أملك مالا للذهاب إلى مكة المكرمة وأداء الصلاة هناك، لذلك توقفت عن الذهاب إليه. سيد قيام الدين غازي مدان: طلبوني بأن أبلغ عن كل واحد من تعليماتي حول ما هل نفذت المهمة أم لا. في الواقع قدم السيد قيام الدين غازي تقريرا مفصلا لسيادته الأجانب لكل من إنجازاته. سيد قيام الدين غازي مدان: في مقابل القيام بتعليماتهم وعدوني بتعليم أبنائي في جامعة المصطفى العالمية، وعدوا بإطعامهم ورعايتهم بشكل أفضل. كيف هي طرق ووسائل القهر البلدان وتدمير الأمة؟ هذه مدارس خاصة تم تعلم أساليبه
جيدا من قبل قادة حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان ثم نفذ في طاجكستان. سيد قيام الدين غازي مودان. كل من اعتبر نفسه السيد لديه 4 طرق للتأثير والغاز: أولا من خلال الثقافة، الثاني التعليم، ثالثا الطريقة الاقتصادية، رابعا الجيش وخلق الجيوش. لقيت للكثير من خلال الإثارة الثقافية والعلمية والتعليمية. محمد عبد الرحمن نائب رئيس أكاديمية العلوم في جمهورية طاجكستان تلقوا نقودا لتعريضهم الخاطئ. مع هذه الأموال قاموا ببناء منازل وإنشاء أعمال تجارية في طاجكستان، لكن مهمتهم الرئيسية الأخرى في البلاد كانت انتشار الشيعة. تلقوا الكثير من المال واشتروا أسلحة. الأمر فقط أن لا أحد يعطي المال لأحد، خاصة في إيران. وعندما عادوا إلى طاجكستان بالطرق المختلفة وجدوا أتباعهم المتشابهين واستمروا في زرع الشعر. سيد قيام الدين غازي مودان دعاني خاتمي فقالني: استمع لي، يريدون عقد طقس عاشوراء فمن الضروري المشاركة فيه والموعظة. مولانا عبد الرحمن رئيس قسم تحليل وتشخيص الدراسات الدينية التابع للجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات الوطنية في ظل حكومة جمهورية طاجكستان. يتكون طقس عاشوراء فقط من صوم وعبادة الله، وليس له علاقة بقتل السيد الحسين أم حقيقة أنه أصبح شهيدا. هذا هو لا حداد، لا يذم الضرب بالسلاسل في العناق في هذه الطقوس. سيد قيام الدين غازي مودان. قلت أنني لن أذهب، ولم أذهب تماما. بعد ساعة دعاني مرة أخرى وقالني بالشدة والغضب: إذا لم تكن ستفعل ذلك فاكتب مقالا حول هذا الموضوع وضعه على الإنترنت، هناك جمهور كبير، إني آمرك أن تفعل ذلك. مولانا عبد الرحمن رئيس قسم التحليل وتشخيص الدراسات الدينية التابع للجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات الوطنية في ظل حكومة جمهورية طاجكستان. قام موظفو لجنة الشؤون الدينية تنظيم التقاليد والاحتفالات الوطنية في ظل حكومة جمهورية طاجكستان بتشخيص مقال سيد قيام الدين غازي تحت عنوان رسالة باباي إيشان المخصصة لطقوس عاشوراء والأفكار والتأملات وذكريات عصر النهضة. تم دراسة مقابلة السيد قيام الدين غازي من جانب موظفي قسم الدراسات الدينية، والتي نشرت على صفحات الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي. تحتوي جميع المقالات تقريبا على مواد حرضت على الصراع الشخصي يدعو إلى تنفيذ أنشطة متطرفة. لدينا أمثلة واضحة عن كيفية دعوة الناس إلى الثورة في الناس، إلى بيان بعدم موافقته على النظام الدستوري للجمهورية. في عام 2006 الرئيس السابق لمنظمة حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان سيجمع السيد عبد الله نوري مرة أخرى الناس من أعوانه وعملائه الأجانب في منزله. كان هذا الاجتماع لمناقشة إنشاء حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان للسنوات العشر المقبلة. ماذا كان في ذلك اليوم في منزل السيد عبد الله نوري؟ ما هي الجوانب التي تم دراسته ومناقشتها؟ لمن تم إعطاء تعليمه؟ على وجه الخصوص ما هو نوع المهمة التي أعطيت للسيد قيام الدين غازي؟ سيد قيام الدين غازي مودان. عندما وصلت أخبرني سيد عبد الله نوري أني تأخرت وأن اجتماعهم قد انتهى، وأنهم وضعوا بالفعل خطة مستدامة مدتها 10 سنوات وعدت بها جمهورية إيران الإسلامية بالكثير. ومن أجل تنفيذ جميع هذه الخطط بحلول نهاية العام يجب أن يكون الحزب الحاكم هو حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان. وقال إنه ينبغي لنا أن نعمل على كل شيء، المجالات الاقتصادية والتعليمية وغيرها، وأشار إلى كل شخص وأشار إلى من وما ينبغي أن يقوم بها. وأنت إذ تجد مثل هذه البلاغة يجب أن تشارك في التحرير، قالني سيد عبد الله نوري، أي أن جميع التعليمات التي أصدرها المرحوم سيد عبد الله نوري تم تنفيذها بعد 9 سنوات في سبتمبر أيلول عام 2015 من جانب السيد نظرزادة أي حاج حليم بالكامل، وظهرت نتيجة ذلك الاجتماع بعد 9 سنوات.
بعد فشل من خطة العشر سنوات لحزب النهضة التي قام بها عبد الرحيم نظرزادة والمعروف باسم حاجي حليم وزبائنه من جمهورية إيران الإسلامية، هرب السيد قيام الدين غازي إلى الاتحاد الروسي لمواصلة العمل على تحريض الشيعة بين المهاجرين التاجك، وأيضا لزيادة عدد أتباع الحزب. طالبت أعضاء حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان وعملائها أي الإيرانيون وسألوني لمواصلة مهامي دون تأخير، وذلك إزالة تلك الكراهية بالنسبة للإيرانية التي متأصل للمهاجرين في الاتحاد الروسي وحملته على حب التشيع. وكان هذا الأمر لي. عصمة الله قيام الدين وهو من سكان خراسان قام بتضليل الشباب من سكان خراسان المهاجرة ولا سيما في روسيا عن سواء السبيل. بعد عودتهم من روسيا يقومون صلاة 3 مرات، علاوة على ذلك قاموا ب8 ركعات وكانوا يصومون 3 أيام. سيد قيام الدين غازي مدان. في نهاية عام 2015 أمرت بتعريف الجنرال حاجي حليم نظرزادة كشهيد وبطل. سيد قيام الدين غازي الذي تلقى في البداية تعليمات من أسياده الإيرانيين أصبح الآن مستعدا تماما من الداخل والخارج لإنشاء دولة حزب النهضة الإسلامي الإرهابي في طاجكستان وجمع فريقه. وواحد من أصحاب مدرسته الخائن هو ميرزا شريف أشوروف الذي قام بمهامه. أشوروف ميرزا شريف من تلاميذ سيد قيام الدين غازي. لقد كلفني سيد قيام الدين غازي بإلقاء الخطب بين الناس في مختلف الاحتفالات والاجتماعات، وعندما طلب إيشان تقريرا منا أخبرناه أين وكيف قمنا باستدعاء الناس، واليوم تعلمنا أن هدفهم هو إعداد الناس بطرق مختلفة وتسميتهم بالشيعة وغيرها من الأمور. اليوم يواصل محي الدين كبيري طريق خيانته في الخارج، محاولا تبرير حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان. في الواقع كل أعمالهم وحتى تعطل خطتهم كل هذا دليل مباشر على الأفكار والرغبات الأشرار من هؤلاء الرجال الأعمى والخونة في وطنهم الذين فقدوا حتى أصغر جزء من أنصارهم. تحول حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان الذي يعرف الناس أنه غير صحيح ويدعو إلى أفعال خاطئة، حزب جاهل لا يجلب سوى الضرر. على الرغم من أنه العديد من الحقائق بالنسبة لحزب النهضة الإسلامي في طاجكستان ومحاولته للانقلاب في سبتمبر عام 2015، فما زال محي الدين كبيري الرئيس السابق لحزب النهضة الإسلامي في طاجكستان والجنائي الآن يحاول لإظهار نفسه كالطائر في القفص، ولكن هويته الحقيقية وشخصيته نعلم جميعا. وكمثال صغير جدا من المحيط يمكن أن نقدم دليلا على إطار البيانات إلى المشاهد ليقظته. سيد قيام الدين غازي مدان. أصبح محي الدين كبيري في عام 2006 وفقا للخطة التي ذكرناه آنفا رئيسا. كان عليه في عام 2006 وهي الخطة التي تم وضعها وبدأ تنفيذها على أمل أن يحقق أعلى منصب في برلمان طاجكستان في عام 2015 بكل وسائل، فقد حاول جدا وحصل بالفعل على الأموال، وحتى هناك شهود على أنه كان يتجول من منطقة إلى أخرى مع برنامجه الانتخابي، لكن لحسن الحظ لم يفز في الانتخابات البرلمانية. بعد ذلك بدأ حاجي حليم تلقي أموالا من الخارج، أملأ محفظته وأسعده للانضمام إلى جماعته جماعة من طالبان الضالين، ومن حزبه أيضا ضم في مجموعته،
وكذلك على حساب قادة سابقين ضعف أيضا عدد من المشاركين في مجموعته، خلق قوة كبيرة ثم هرب وأمر بانقلاب، لكن خطته فشلت في البرلمان وفشل في هذا أيضا. هذه الأحداث ليست سرية، يجب أن يعرف الناس عنها. أنا واحد من أولئك الذين يعرفون عن هذه الأحداث شخصيا. أعلم أن كل هذا تم تخطيطه وتنفيذه. اسمعوها مني أنهم فعلوا ذلك بالضبط. يا كبيري، أعرف كل هذه الأشياء. الكيث عبثا هو بمثابة كسر عنقك بيديك. على الرغم من حقيقة أنه في هذا الطريق الذي يسفك الدم ويستمر لأكثر من 40 عاما، فإن جهاز حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان غير راض، وبمساعدة جمهورية إيران الإسلامية يريدون إحياء حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان. سيد قيام الدين غازي مدان. جرب الناس في جمهورية تاجكستان بالفعل كل مرارة هذه الفكرة. لم يكن هناك منزل لا يوجد فيه شهيد واحد، لكن بالرغم من ذلك فإنهم يريدون إحياء هذا الحزب الذي أعلن أنه إرهابي. إحياء هذا الحزب يعني إحياء أعداء على روح الأمة. في أحد الأيام سمعت عندما كنت عضوا في لجنة الوفاق الوطني، حيث قيل لي في إيران عن أن حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان هو حزب تابع لحزب الله الإيراني. اعتبرت قادة إيران أن حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان حزب لحزب الله له. سيد قيام الدين غازي مدان. أعلم أن جمهورية إيران الإسلامية تريد إحياء هذا الحزب مرة أخرى بأي ثمن. وكيف ستحيي؟ مرة أخرى سوف تأتي المشاكل والمتاعب، وسوف تأتي مشاكل جديدة. من جانب واحد من المدينة إلى أخرى سيكون من الصعب الوصول إلى حافة من نهاية واحدة من البلاد إلى أخرى. سيتم فقدان السلام والطمأنينة. عرضوا للسيد قيام الدين غازي أن يصبح رئيسا لحزب النهضة الإسلامي في تاجكستان في الاتحاد الروسي بين المهاجرين التاجك. سيد قيام الدين غازي مدان. أمرت أكثر من ذلك، وأشاروا إلي أنه ينبغي لي أن أقود جميع أنصار حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان في روسيا. يجب أن تفعل هذا كزعيم روحي واحد. بعد أن تلقى السيد قيام الدين غازي تعليمات جديدة من أسياده يعود إلى تاجكستان، وعند عودته يتم احتجازه في مطار بكمية كبيرة من الأموال، حيث كان عليه أن ينفذ خطته الخبيثة لإحياء حزب النهضة الإسلامي في تاجكستان. بالإضافة إلى ذلك أمرت لتنفيذ عملية حتى عام 2020، الأمر الذي سيعطل مسار الانتخابات في عام 2020. تريد الشخصيات الأجنبية العمياء التخلص من هذا الهدوء والإنجاز الذي تحقق على مدار 30 عاما من خلال جهود هائلة وعمل شاق. سيد قيام الدين غازي مدان. أيها الناس، أرجوكم بالعفو لي. أطلب أن تعفوني كممثل لهذا الحزب. قد حدث في التسعينيات أحداث رهيبة في بلادنا. قتل أكثر من 150,000 شخص. قد سفكت دماء الإنسان وليس الحيوان. هاجر كثيرون إلى البلدان المجاورة. حتى يومنا هذا لا تزال بعض الأمهات تذرف الدموع على أمل أن يعود الطفل عندما يعود إلى المنزل. أرجوكم لا تدعموا لحزب النهضة الإسلامي في تاجكستان. لا تسبوا بطريقة خاطئة. فهمت خطئي. سألت الله أن يغفرني. أدعو الله أن لا تتم هذه الخطة الغادرة، وأن يغفر لي، وأدعوه أن لا تتحقق هذه الخطة. دنباله خطاکارها نروید. در خطا ما غلطه خوردیم. خاطئانه میگم که
عضو این گروه نشوید، عضو این نهضت نشوید، کمک نکنید، یاری ندهید. وأرجوكم أن تعفوا عني، لا تذهبوا وراءهم، لا تنضموا إلى حزب النهضة الإسلامي في تاجيكستان. اليوم سيد قيام الدين غازي كما لو كان يقضم إبهامه ويأسف على ما فعله، يدين أتباعه الأجانب والمحليين ويلعنهم. صحيح أنه من نتائج الخيانة الوحيدة هو العار، والذي لن ينسى أبدا. الحديث مع خائن عن شيء غير مجدي، لأن الرجل الذي وضع أثمن وأقدر شيء مقدس مثل الوطن على قدم المساواة مع حفنة من دراهم الأمراء الأجانب يتم إزالته من السجل البشري. وعادة ما يتم محو هذا المفهوم مثل الشخص ككل فيما يتعلق به، ويندفع إلى مثل هذا القاع من اللاوعي الذي يتكون من ظلام واحد فقط. وبسبب لمثل هؤلاء الشخصيات تغرق البلدان المزدهرة في الدم والمتاعب. والمثال الواضح على هذه التصريحات هي حالة سوريا الحالية. والتي نعرفها جميعا أنها تحولت من بلد ناجحة إلى أن قاعت. لقد حان الوقت لأن نتذكر أن بلدنا قد تحول بالفعل إلى هذا الخراب تحت نص غريب، وهي السيناريو للخونة والمحتلين الأجانب. ولكن بفضل الطرائق الخاصة للبحث عن السلام والهدوء وبجهودهم الضخمة توصل الشعب التاجيكي إلى السلام والهدوء واكتسب الاستقلال، واليوم تخطو واثقة نحو التنمية.